السلام عليكم مشاهدينا الكرام. تصريح خطير من المدرب الأسطوري حسن شحاتة يفاجئ به النادي الأهلي بعد الإقصاء من الدوري الإفريقي، ويهاجم إدارة النادي الأهلي لأول مرة. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد إقصاء النادي الأهلي أمام صن داونز من الدوري الافريقي، فقد صرح المدرب الاسطوري حسن شحاتة وادلى بتصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية، وقال: مدرب الاهلي كولر اخذ كم بطولة قبل الاهلي؟ ما اعتقدش ان هو اخذ 5 بطولات على بعض. الراجل ده جه النادي الاهلي في 10 شهور بس اخذ 5 بطولات لانه كان جعان كورة. لكن المشكلة مش فيه، المشكلة الكبيرة ان الاهلي عنده ادارة ولجنة كورة ولجنة تسويق، ومش قادر خلال سنتين يتعاقد مع مهاجم قوي. دي علامة استفهام كبيرة. الأهلي محتاج تخطيط ونظام. الأهلي مش شغال كده دلوقتي خالص، وبقى شغال على رد الفعل، وده الخطأ الأكبر وسبب أزمات الأهلي المتكررة جاية من سوء تنظيم مجلس إدارته. بالنسبة للمهاجم الأهلي موديست، أنا مش عايز أظلمه، بس المشكلة مش فيه، المشكلة في اللي جابه، ودي مشكلة الإدارة في النادي الأهلي. الفكرة كلها تتلخص مين اللي اتعاقد معاه ومين اللي اتعاقد مع برونو سافيو، والاتنين كلفوا خزينة النادي الأهلي أكتر من 5 مليون دولار غير الرواتب بتاعتهم، وما عملوش أي حاجة. أكرر كلامي مرة تانية، ماذا يفعل النادي الأهلي في التعاقدات؟ 10 سنين الأهلي يفشل في ضم مهاجم جيد. الأهلي بيفضل مستني آخر أيام التعاقدات ويقول لك خلاص هجيب اللاعب الفلاني، وبعد كده يجيب لنا أي لاعب وخلاص. الأهلي محتاج ينقي كشافين يروحوا يتابعوا الدوريات الإفريقية ويتابعوا اللعيبة بصفة مستمرة، وإدارة بتشتغل على التخطيط مش على رد الفعل. كل الأندية الكبرى في فرنسا وانجلترا وألمانيا كلهم لهم كشافين في إفريقيا، وإفريقيا دي المفروض بتاعتنا، المفروض إحنا أولى بأولاد إفريقيا. الأهلي لو اتعاقد مع لاعب إفريقي عنده 19 أو 18 سنة، بعد كده لو وصل سنه 24 سنة ده ممكن يبيعه ب20 وب30 مليون دولار. مش هروح أضيع الدولارات اللي عندي في لاعب عنده 35 سنة وما سجلش الموسم اللي فات إلا جون واحد. طب ليه مشيت محمد شريف؟ ما محمد شريف كان ماشي وزي الفل، اما انت بتحتاجه بيأدي وبيجيب جوال. المفروض يحصل تغيير جذري في ملف التعاقدات في النادي الاهلي، لانه باختصار بقى شكل الزمالك في التعاقدات الاخيره. وفي النهايه عزيزي المشاهد، هل انت مع او ضد ما قاله حسن شحاتة؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.